يما هيني خلصت تنظيف. مش ضايل للعيد اشي. وين طلبيتك اللي طلبتيها من الشيئين؟ متى بتوصل؟ ها؟ هيك ما تشوفني ودها تسألني عن طلبية الشيئين. هاليومين يما هاليومين بتوصل. كل يوم قاعدة بتحكيلي هاليومين وانت موصليها من عيد الفطر لهسه ما وصلت. هسه يما بتفكر بشوف وين صارت. ايه هاي مكتوب انها وصلت يما. هسه بتوصل من اليوم. هاي رن الجرس اكيد يما. اروح بسرعة اجيب الطلبية. هاي يما وصلت ياي. افتحيها خلينا نشوف شو موصية. يلا يما هسه افتحها. وش هذه الطلبية اللي صرعتي راسي فيها وتقولي محلاها ودك تقاري بنات عمك؟ هايها والله غير تعيدي فيها ومش راح اشتري لك غيرها. ودي اشوف كيف بدها تدخل فيك. شفتن قديش ضعفانة؟ الله بيعلم شو عاملة. ليش هيك صايرة؟ ليش ما سمعتيش؟ ولشن عاملة قص معدة. هذه مش عاملين لها قص معدة، هذه كمان قصين لها من مخها. صايرة مايعة وبايخة. صبحي الخير. شفتن عن ضعف. صاير وجهها طويل قد شحاطة 45. والله تقولي انها موميا وطالعة من القبر. لا وتشيل شيء ولا حركة شفايفها. يعني ودها تورجينا انه هي نافخة شلطيفها اللي مغطيات عشل وجهها، مع انه وجهها حفاية ام 45 شلطيفها معبيات شل وجهها. هذه مخلصة شل البوتوكس اللي بالعالم شل حاطط بشفايفها. صايرة تلبس ليش قصير تلبس قصير وتتشلح وتتزلط. بتفكر هيك بتنشهر أشفر. ما هيك الحياة بتلبس قصير. مالك انتي؟ ولك مزبوط كلامك بس مش هيك. يعني كانت أركز شوي تلبس فوق الركبة بشوي، مش كلسونها وده يبين. والله يا عيب الشوم وقلة الحياة. صحيح انه وجهها صار قد شحاطة 45 بس نفخة خدودها حاطة بوتوكس. وليش قد ما تحط بوتوكس وجهها راح يظل طويل قد الشحاطة. مزبوط كلامي؟ كيف المنطقة عجبتشن؟ صورن ولا يضلن سلفاتنا يقهرنا وينزلن صور انهن رايحات عفلل. وحياتشن غير السنة الجاي اخذتشن عجزر المالتيف. هاي المالتيف عحسابي. والشن يلي مش فاهمته يلي مشغولة بحياة غيرها يعني بتضل تراقبنا. كيف معها وقت تطلع تسافر وراحة وجانا ورايحة وجاية؟ يعني عن جد بالله يعني أنا مش فاهمة. ما يريحن حالهن. الله يرحم يا خواتي لما كنا نخجل نقول شلحة قدام زلم. اليوم خلص خليني ساكتة بلاش النم. اليوم الجمعة بلاش ناخذ خطايا. سترن على سيرتهن هذول المفلمات والممثلات. أنا مش طايقة جوزي هربت من الدار مشان أتفسح. سترن على سيرتهن. اسمعي نادي على بنتش منوشة خليها تصورنا وتنزلنا حالة. والله جبتيها خلينا نتصور وننزلها حالة ينقرن. هيا يا منوشة تعالي نصورينا صورة سلخينا صورة. يلا بسرعة قربن هيك وورجن ضحكتشن مشان نقاهرهن. هيك بتجوزي ابنك يلي بأمريكا وبتعزميناش؟ على اساس انك كنت مبسوطة يعني. ما هو ما كانش شايفني من اصله بالعرس. وليش انتي ما شفتيهاش يا خيتي يعني؟ كيف مين دلش عليها؟ والله ماني داري. واحد من اصحابه ولا ماني داري من وين جابها وشافها وفتحت كاميرا وشاينها قصة حجاب وقال ما ودي غيرها. والشلة تشوفينها على الفيس. خازيت نوط يا راسنا. لا مش برستيجنا بالمرة. إذا ضحكتها مثل العنزة يلي بتولد بتلم كل العالم عليها. طبعا
طبعا مش من حلاوتها، لا من شنعتها. ولا ما اقولش عن وسختها، والشين بتيجي علي لابست لي هالقميص مبرقع هالكد البقع عليه، ولا ريحة عرقها، ولا جريها اللي بقرفن اظافرها. انا قلت برقيها شوي، قلت لابني يمه ابعث لها مصاري، يمكن ناقصها مصاري مشان تشتري للنظافة يعني. قام بعث لها، صارت تلبس على العرق وصارت ترش ريحة عالية على ريحة عرقها، وتشون شو خليط بين العرق ويمه هالريحة يمه. وبتغار مني احلى. وتشوفن اذا شريت شنطة بتشتري مثلها، اذا شريت كندرة ودها مثلها. يا ريت بتغار من بنات الصبايا، لا بتغارش غير مني. واخ يا ويلي، اخ منها. والشن ابني بطل يتعرف علي، بدخل مستشفى وبمرض والله ناره، ما ببعثلي ولا بسأل علي ولا بحكي هذه امي. طاسست حجاب ماتن. نفسي افهم مين هذا المشعوذ يلي رايحة عليه. ما بدي منه شيء، بس اقول له مشان الله رجع ابني الي. والشن من وين بيجيبوا المشعوذين هذول؟ نفسي افهم. والشن انا جوزي كان يتمسيني بقتله ويصبحني بقتله. ويا ويل قلبي عبنت صغيرة، يا ويل قلبي ولا بيسأل عنها. كانت روحه، كانت قلبه، شو ما تطلب يعطيها. إذا آيفون بعث لها من أمريكا، هسه بقول هذه مش أختي وهذه مش أمي. يلا يخرب بيتها، هذه منجوسة. والله يخرب بيتها المنجوسة. وخلاص صارت عنده بأمريكا، هسه بتحط اجر عجر وبتضل تنق عليه. هذه مش همك، خلاص خسرت ابني. والله الله يعينك، من بلاش فيها هذه، يلا يعينك عليها. يا مشحرة غير يروح جوزي وانا لسه مش طابقة المقلوبة والديرة الزهرة. خليني اشوف لي ولد من هالحارة يشتري لي الراس الزهرة. هاي طلعت عالشنباي اشوف لي ولد من هالحارة. مين هذا الولد؟ والله شكله ابن احمد. هيا يا ولد تعال لهن، تعال ولد انت يا ولد انت. انت بحكي معك، تعال لهن. هي راح ريتني اعدم امه، والشم فيش حدا يشتري لي راس زهرة. لا اتكسرت مش الراس زهرة. يابا قولي، انا بسمع بالشارع كلام وما بفهم شو معناه، اشرح لي يابا. هاد قلي شو بتسمع بالشارع؟ اسمع يابا، والولاد بالشارع بيقولوا يا بنت الجاموسة، شو معناها يابا؟ هذا وش بدي يفهمه؟ بنت الجاموسة يابا يعني اختك. طيب والبهايم يابا شو معناها؟ يعني صاحبات اختك، صاحباتها. طيب والخوازيق يابا؟ شفت الكنباية اللي قاعد عليها انا؟ هذه اسمها خوازيق. طيب انا خليني اطلع على القهوة، يلا سلام. سلام يابا. مرحبا يا حلو، اكيد انت اخو منوشة، وينها؟ نادينا اياها. انا اخو منوشة صغير. اهلا بالبهايم، اقعدن على الخوازيق، هسه بناديكم الجاموسة.